بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد آراء بعض المواطنين عن الحالة الاقتصادية. لو سمحت يا حاج، يا حاج. أيوه لو سمحت، لو سمحت. التلفزيون المصري. أيوه يا التلفزيون مرحب المصري. بالناس الزينة. أهلا 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 يا حاج. لو سمحت عايزين نسألك بس عن بيقولوا إنه الأحوال الاقتصادية بقت صعبة هنا في بالذات في الصعيد يعني وكده، فيعني عايزين نسأل. إحنا سألنا ناس قبل منك فبيقولوا إنه الحالة صعبة، الفلفل ب6 جنيه والطماطم ب4 جنيه. ناس مين دي يا باشا اللي هتقول لك الكلام وقلة الأدب دي؟ يعني ناس مواطنين 100 وزبادي في الخلاط. امال ايه حضرتك مش شايف الشعب مترفه ازاي؟ امال ايه بس؟ والله يا باشا الحياة 100 وزبادي. حريات واكل وشرب. الناس دي يا باشا كشفت عن وجهها الإخواني. ايوه عايزة تخرب البلد. تخرب البلد ازاي يعني؟ عايزة تخرب. الناس دي عايشة على الفلفل والباذنجان يا باشا. أنا واحد من ضمن الناس. ايوه ما حبش أبجكها. اي لا مظبوط. لسه حبش أبجكها. لا باين إن أنا راجل مستور ومعاي ولا أبدا. فيش الكلام ده أبدا يا باشا. واضح واضح. بس يعني بس بيقولوا بعض المواطنين يعني انه في ارتفاع الاسعار يعني خلاهم ما يدخلوش اللحوم ولا الفراخ البيوت وكده يعني. مين اللي قالك دي؟ اقول لك دول كشفوا عن وجههم القبيح يا باشا. اني اعوذ بالله من كلمة تاني. منتهى التواضع والله. ما حبش ابجكها ولا اقول معاي. انا متواضع زي الناس. ايوه والله سايب فرخة في البيت. فرخة قد كده تتحمر في البيت. طب وده عشان النهارده الثلاث يعني ولا مثلا كل يوم الكلام؟ على طول يا باشا. دايرك الفروج هيكاكي في البيت ويكيك ويذبح على طول كده يعني. عايزين بوزخ وحاجات يعلم بيها الله. ويا انت هتصور ولا ايه؟ يا بايا الانبوبه خلصت. امك هتقول لي، امي هتقول لك الانبوبه خلصت على الفلفل والباذنجان. ايه الفلفل والباذنجان؟ ايه قصدك الفرخه؟ فرخه ايه يا بايا؟ احنا لنا 6 شهور ما دقناش اللحمه. فرخه ايه؟ مين بعتك يا بنت؟ امي بعتاني يا بايا الانبوبه خلصت. يا حرقه بامك. قول لامك هقول لك ابو انت طايق.